السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البرك التركيه من غير عجن ومن غير فرد ومن غير عجينه اليوفكا خالص. هنعملها من الجلاش بمكونات بسيطه جدا ومحشيه جبنه سايحه طعمها يجنن. يلا بينا نشوف عملناها ازاي في دقايق. هنبدا دلوقتي نعمل الخليط بتاع التسقيه بتاع البرك. اول حاجه عندنا 2 بيضه، وبعد كده هنضيف حوالي كوبايتين من اللبن، ربع كوبايه من الزيت، ما تزودوش عن ربع كوبايه، يعني ربع كوبايه مظبوط جدا، ونص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. مهم جدا البيكنج باودر لان ده بيخليها هشه. هنبدا نخلط المكونات دي كلها مع بعضها، وكده يكون الخليط جاهز معايا. هركنه على جنب. الجلاش بنقطعه شرايح زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. احنا هنعمل البرك من غير عجينه اليوفكا خالص، من غير فرد، من غير عجن. لو عندك حتى لفة جلاش متقطعة عادي اعمليها، مش هتفرق، هتبقى جميلة جدا. اهو زي ما انتوا شايفين بقطع الجلاش شرايح كده. اول حاجة عندي الصينية، هبدأ اجيب الجلاش اهو. انا عايزة افرده كده، ما نضغطش عليه خالص، احنا عايزينه هش كده. انا هضيف نص الكمية، ونص الكمية هحطها على الوش. شوية من السمسم، شوية من حبة البركة ده في النص، وطبعا هبدأ أضيف الجبن. الجبن كتروا منها لأنها بتضيع في التسوية اهو. وهضيف الجبنة الموتزاريلا. هاخد بقى من الخليط اللي أنا جهزته وأبدأ أسقي كده. طبعا أنا ضايفة هنا زيت، مهم جدا ما نضيفش سمنة لأن الزيت بيخليها تورق معايا وبيخليها فيها قرمشة كده. وهضيف باقي الجلاش اللي أنا برضو مقطعاه زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الفرن بتكون سخنة على درجة حرارة 200 رف أوسط من قبلها ب10 دقايق أو ربع ساعة. أنا خلصتها. هبدأ أضيف باقي الخليط اللي جاهز عندي أهو. أخدت معايا قد إيه؟ أخدت معايا كوبايتين من اللبن، و2 بيضة، وربع كوباية من الزيت، ورشة ملح، ورشة فلفل، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، علشان البيكنج باودر بيخليها برضو هشة معايا وبتكون طعمها حلو جدا، يعني بيدي هشاشة خطيرة جدا. وعلى الوش هبدأ أضيف شوية من حبة البركة اهو كده، وشوية من السمسم. خلاص كده بقت جاهزة معايا. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم، فرن ساخن مسبقا، وبسيبها تستوي من فوق ومن تحت، وبعد كده هنشوف لما تخرج شكلها بقى عامل ازاي. طبعا انا دخلتها الفرن زي ما انتم شايفين اهو، لسه ما استوتش. لما تستوي هنخرجها وهنشوف شكلها بقى عامل ازاي. خلاص بقى احنا خرجناها من الفرن وبقت بالشكل ده. عايزه اقول لكم خطيره. هنقطعها دلوقتي وهنشوف شكلها من جوه عامل ازاي. شكلها حشوه الجبنه من النص اهي زي ما انتم شايفين، بجد خطيره. خلاص كده البرك بقت جاهزة زي ما قلنا في بداية الحلقة. عملناها من غير فرد ومن غير عجن ومن غير يوفكا. عملناها من الجلاش، سهلة جدا وبسيطة. حشيناها بالجبنة، طعمها لذيذ جدا، مكوناتها بسيطة، ممكن تدخلي المطبخ تحضريها في دقايق كده. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسيف للفيديو لان انتوا هتحتاجوا الوصفة. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوش تتابعونا على كل المنصات: فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، انستجرام. باي باي.